اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. يسعدنا انضمامكم في قناة يوميات ام محمد اسيوط. لايك ومشاهدة الفيديو. حبايبي الحلوين، بحبكم في الله، ربنا يديمكم النعمة في حياة، اللهم امين يا رب العالمين. اجدع اخوات في الدنيا، انا بشكر كل اللي اشترك لي في القناة، كل اللي دعمني. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه. النهاردة يا جماعة هنعمل كوكيز. معانا كوباية سمنة وكوباية سكر، سكر دقيق، يعني سكر ناعم. معانا شوكلين شيبس، ومعانا اللهم صل على النبي 4 بيضات، معانا كيس بيكنج باودر، ومعانا فانيليا، ومعانا ذرة ملح، ومعانا 4 كبابي دقيق، ومعانا هنحط معلقتين نشا، ومعلقة اللهم صل على النبي ومعلقة خل. نقول المكونات تاني وانا هكتبها لكم في صندوق الوصف من تحت. مع كوباية سمنة، كوباية سكر، 4 بيضات، بيض بلدي، 4 كوب دقيق، معلقتين نشا كبار هرميين، كيس بيكنج باودر، وكيس فانيليا او كيسين فانيليا، ومعانا شوكولين شيبس اللي هنشكل به الكوكيز، ومعانا معلقة خل. هنحط الاول السمن والسكر ونضربه كويس، وبعد كده نحط البيض عليه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنضرب الخليط كويس خالص. الاول هنضرب السمن مع السكر. معلش يا جماعة اعذروني، انا والله العظيم ماسكة التليفون، عشان انا ماسكة التليفون بايد، والايد التانية بعمل بيها، فمعلش اعذروني، معرفش اضرب، فانا هضطر ان انا اوقف يعني، بس انا هوريكم يعني المكونات وانا بحطها. الاول هنضرب السمن زي ما انتم شايفين مع السكر كده مع ضربة كويسة، وبعد كده نحط عليه البيض، نحط الفانيليا ونضربه كويس، ومعلقة الخل نضربهم كويس خالص. احنا هنحط بالبيضة زي ما انتم شايفين كده ونضربها، يعني نحط بيضة ونضربها. طبعا هنحط الفانيليا، كيسين فانيليا طبعا عشان 4 بيضات دول. ده بيض بلدي يا جماعة، لو بيض من البيض اللي هو بتشتروه النوع التاني الغليظ ده، فتحطوا تحطوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تحطوا بيضتين بس، ما تحطوش 4 بيضات. نحط 4 بيضات عشان البيضات دول صغيرين، ولو حبيتوا الواحد عايز يحط ما يكترش البيض براحته، بس هو المكونات 4 بيضات زي ما انتم شايفين، كوباية سمن، كوباية سكر، كيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا لان الفانيليا دي مش سايله. معانا اللهم صل على النبي معلقتين نشا، معلقه خل، و4 كبابي دقيق. يعني المكونات دي نحط لها 4 كبابي دقيق بالكوبايه، الكوبايه نفسها بعين اللي بنعاير بها السمن، عاير بها السكر، هي اللي هعاير بها الدقيق. زي ما انتم شايفين هنضرب المكونات كويس خالص كده ببعضيهم، ونحط الفانيليا بعد كده. طبعا ضربناها ضربة كويسة كده، ونحط الفانيليا يا جماعة دي، هنحط كيسين فانيليا، وهنحط كيس البيكنج باودر. الكيس البيكنج باودر انا عايرته قبل كده، طلع معلقة بيكنج باودر، يعني طلع الكيس معلقة واحدة، يعني مطلعش اكتر من كده. فاحنا هنحط كيس بيكنج باودر، وهنحط معلقتين نشا، ودي الخل هنحط حوالي معلقة خل او اقل، انا ما كترش الخل زي ما انتم شايفين كده، يعني حوالي معلقة خل. هنضرب كويس كده ببعضيه عشان نودر زفارة البيض الفانيليا. هنحط كيس البيكنج باودر، وهنحط معلقتين نشا زي ما انتم شايفين كده، هنحط معلقتين نشا هرميين كده كبار، ونضربهم كويس في الخليط كده. انا عملت معاكم قبل كده طريقة الشوكلين كيك بالعسل والبيض والدقيق والسمنة. النهاردة احنا هنعمل الكوكيز، هنعمله زي ما انتم شايفين المكونات. زي ما شايفين حطينا كيس البيكنج باودر كله كده حوالي، يعني زي ما انتم شايفين هو معلقة، ما فيش غيرها بيكنج باودر.
طبعا شغل الشيبس هنشكل به طبعا الكوكيز كده، هنحطه ايه فيه ونشكله تشكيلة حلوة كده. ويا جماعة معايا نص كوباية كاكاو خام. ده هنقسم بعد ما نخلص عجن العجينة هنقسم العجينة نصين، نخلي نصها بالكاكاو ونصها كده سادة. هنعاير زي ما انتم شايفين كده الدقيق، هنحط 4 كوبايات دقيق. احنا هنحط 3 كوبايات ونص، ونخلي النص ايه بعد ما نقسم العجينة هنحط ايه النص التاني. دي اول كوباية زي ما انتم شايفين كده. طبعا خلاص المضرب البيض ده خلاص انتهى، مالش لازمة دلوقتي لان احنا هنعجن بايدنا بعد كده. اول كوباية دي احنا هنعاير 4 كبابي، هنحط 3 كباب ونص، وهتقعد ايه نص كوباية هنعجنهم كويس زي ما انتم شايفين كده. هنعجن العجينة بايدنا كويس كده. احنا طبعا مش هنعجنها هنلمها كده، نلم الدقيق في بعض خالص كده، وبعد كده نكسبها لان العجينة هي مش هتتعجن. هنلمها لم كده زي ما انتم شايفين. هنلمها يا جماعة ونقسمها نصين زي ما انتم شايفين كده. بصوا لمناها كده خلاص هنقسمها نصين. طبعا هي لسه قاعدة طرية زي ما انتم شايفينها كده. هنلم طبعا ايه هنقسمها نصين، نص هنحط فيه الكاكاو الخام، ونص هنحط فيه ايه نص كوباية الدقيق زي ما انتم شايفينها، والنص التاني هنحط له ايه الكاكاو. وهنعجنه عجنة حلوة كده ونرجع لكم، لان ايه مش عارفة اعجن والله. هعجن وارجع لكم. انا بحاول اوريكم والله، يعني انا لو عليا ان انا عايزه حد يصور لي جماعه اصور لكم كل تفاصيل بالظبط يعني. بصوا هنعجنها كده وايه وخلاص، يعني هنلمها كده لمه كده مع الدقيق وخلاص على كده. طبعا زي ما انتم شايفين مش عارفه والله. انا هفصل التليفون وارجع لكم. بصوا احنا لمينا دي اللي في الطبق، رحت هنحط ايه الكاكاو الخام على العجينه التانية ونلمها ايه كويس. برضه انا هوريكم وانا بعجن الم فيها كده، وبعدين ايه يعني انا بوريكم الطريقة، وبعد كده هفصل التليفون والمها وارجع لكم برضه والله. زي ما شايفين كده خلصنا كده لم العجينة ودي لمناها وايه، وهنفصل اروح اغسل ايدي ونرجع لكم عشان ايه نبتدي نعمل ايه في العجينة. طبعا هنعمل واحدة بيضة وواحدة من الكاكاو، عشان ايه لما نحطه في الفرن تعرفي ان الكاكاو طبعا هيبقى لونه بني، فمش هتعرفيه استوى ولا لا. لكن لما تبقى حاطه واحده بيضه وواحده بني هتبقى باين ان هو استوى الكوكيز معاكي. بصوا هنعمل نفس الطريقه كده. طبعا انا عملت كده معجبنيش، فانا بعد كده هحط ايه بالواحده فيه، بس انا هوريكم كم واحده انا بعمله. زي ما انتم شايفين هنعمل واحده بيضه وواحده بني، واحده بيضه وواحده بني كده لما نعمل الكميه كلها. وبعد كده ايه زي ما انتم شايفين كده، بس انا معجبتنيش دي. هنعمل ايه بعد كده بايه نكيت فيها كده، لان ايه خدت كمية كتير مش هتبقى منظرها حلو. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا برم بايد واحدة. انا هعمل لكم كم واحدة اوريكم، وبعد كده ايه هعمل الكمية واخلص الكمية كلها ونرجع لكم ان شاء الله. بس انا هوريكم كم واحدة بس كده انا اعملهم بايدي. زي ما انتم شايفين شوفوا احنا ابتدينا ايه اخد بايدي واحط ايه في العجينة. طبعا هاخد بايدي كده واحط في العجينة عشان انا مش عارفة والله العظيم اعمل. زي ما انتم شايفين بصوا انا اللي ابتديت احط ايه بالواحدة فيها. هنعمل ايه كام واحدة كده، وبعد كده ايه نعمل الكمية كلها ونرجع لكم ان شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة، واعملوها والله تبقى حلوة خالص لأولادكم في البيت، يعني تسالي بيشربوها تاكلوها بالشاي كده تبقى حلوة ولذيذة.
طبعا زي ما انتم شايفين كده بنقطع واحده واحده، نبرمها كده ونعملها ايه مدوره حلوه، وننكد فيها كده الشوكلين شيبس. طبعا زي ما انتم شايفين هنعمل كل الكميه بالطريقه دي، واحده وواحده، يعني واحده بني وواحده بيضه كده لحد ما نخلص الكميه كلها. عشان ايه؟ لما تحطها في الفرن تبان انك انتي طبعا البيضه هتبان ان هي مستويه، لكن البن مش هتبان معاكي لان ايه لونها غامق، فمش هتعرفيها ان استوت ولا لا. فانت لما بتعملي في الفرن تحطي في الصينيه، بتحط واحده بيضه وواحده ايه بني زي ما انتم شايفين كده. هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، واحده وواحده، واحده بني وواحده بيضه، واحده بني وواحده بيضه، او صف ابيض وصف بني كده لما تخلصوا الكميه كلها. طبعا انا عملت زي ما انتم شايفين واحده بيضه وواحده بني، وفي الاخر ايه حطيت صف بني وصف ابيض، يعني صف العجينه البيضه، وصف ايه باللون اللي هو الكاكاو اللي هو بالشوكولاته او الكاكاو، لحد ما نخلص ايه الكميه كلها زي ما انتم شايفين. هتعمل معايا كميه حلوه والله خالص. طعمها حلو خالص، يعني ممكن كده وانتوا قاعدين قدام التلفزيون بالشاي كده تبقى حلو، طعمها حلو خالص والله. إيه جميل. الصبح هتحط لابنك او بنتك اتنين او تلاتة كده في اللانش بوكس، ياخدوهم كده معاهم هما رايحين المدرسة، بيبقى حلو خالص والله. طبعا الاولاد بتحبوا الحاجات دي. زي ما شايفين طبعا ايه انا ايه بحاول ايه ان انا اسويها كده واخليها مدورة وحلوة. طبعا عشان بعمل بايد واحدة فمش عارفة اعمل، لكن انا هوريكم بعد ما اخلص كل الكمية بايه بايدي. طبعا بايدي الاتنين هوريكم الكمية كلها بعد ما اخلصها. طبعا انا ابتديت الاول كنت بحط ايه بحطها كده في الطبق، لكن لقيتها شكلها مش حلو، فانا هنكتهم كده يعني هنحطهم كده اهو فيها، يبقى طعمه شكله حلو ومنظره حلو كده جميلة. لازم تدوس عليها كده عشان تبقى ايه ماسكة في العجينة، متبقاش ايه لبره، يعني ايه ما تحطهاش حط كده وخلاص، لازم تدوس عليها كده في العجينة قام تمسك في العجينة. هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، يعني نفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين. بصوا طريقة حلوة والله وسهلة وحلوة خالص، طعمه حلو ولذيذ. زي ما انتم شايفين كده خلصنا كل الكمية اهي. هنحطها عادي، نروح نحطها في الفرن. وقطعت معايا والله كمية كتير، 4 كبابي يعني عملوا كمية حلوة. هناخدهم نحطهم على الفرن ونسويهم كده تسوية حلوة، وزي ما انتم شايفين كده نحطهم على الفرن. كده اما يستووا طبعا هنديرهم كده يمين وشمال، عشان ايه بيبقى جنب عند النار وجنب لا، نقلبهم كده كويس على اساس يستووا يبقى حلوين زي ما انتم شايفين اهو. كده خلاص استووا. شوفوا البيضه بانت كيف ان هي استوت، فتخلي البنيه طبعا ما بيناش ان هي ايه ما تعرفهاش ان استوت ولا لا، لكن اللي هي البيضه بتبين لك ان ايه العجينه ان الكوكيز طاب معاكي استوى معاكي خلاص هيطلع على كده. طبعا نستناهم شويه ما يبردوا وبعد كده نستفهم في الطبق ايه ويبقوا احلى كوكيز عملناه. بالهنا والشفا كل ياكل منه. زي ما انتم شايفين كده هو بارد كده، وهنستفهم في الطبق تستفه حلوه كده، واحده كده طبعا واحده كده منظرهم والله حلو خالص، طعمهم لذيذ. جربوها هيعجبكم خالص. ترجعوا في الفيديوهات، والله انا عملت الحاجات دي كتير معاكم، بس والله العظيم مفيش دعم ولا فيش لايكات ولا فيش حاجة. بالله عليكم حطوا اللايك فضلا منكم وليس امرا. حطوا اللايك حبايبي الحلوين، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين.
الفيديو والله اللايك والله بيرفع الفيديو، الناس كلها تشوفه. يعني اللي هيحط اللايك مش هيتعب في حاجة والله. حطوا اللايك هيرفع الفيديو، خلي الناس كلها تشوفه. زي ما انتم شايفين هنحط الكمية كلها كده. هنستبها كلها طبعا في الطبق كده، واوريكم كل الكمية. يعني طبق كبير زي ما انتم شايفين كده هيتملي من الكمية اللي انا عملناها ب4 كبابي دقيق. وانا هكتب لكم المكونات في صندوق الوصف من تحت. المكونات واديكم زي ما انتم شفتوا طريقة عمل الكوكيز. طريقة سهلة وبسيطة، كلنا شاطرين وحلوين ونعرف نعمل. ده يعني المبتدئين اللي لسه ما بيعرفوش يعملوا، بناتنا الحلوين اللي لسه صغيرين ونفسهم يتعلموا ويعرفوا احنا بنعمل عشان يعرفوا يتعلموا ويشوفوا. هوريكم دايب دوب ما حملش يعني. والله العظيم دايب دوب كده في ايدك. زي ما انتم شايفين الكمية كلها اهي. بصوا دايبة دوب ما حملاشي زي ما انتم شايفين. والله تحط ايدك عليها تلقاها دايبة دوب كده معاكي. انا هوريكم واحدة من دي وواحدة من دي يعني ما حاملش. بصوا دايب دوب كيف. هوريكم واحدة برضه من اللي بالكاكاو محملاش برضه خالص. ده يمكن بالكاكاو كمان اكتر ما حملاش خالص. بالهنا والشفا لكل اللي ياكل، وربنا يخلي لنا اولادنا ويخلي لكم اولادكم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. وبالله عليكم اللايك يا جماعه، اللايك عشان يوصلكم كل جديد مني. كده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.